السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى سمك المكريل. هنعمله بطريقة حلوة قوي وطعم احلى. انا نقحته في ليمون وكمون وشطفته كويس من الزفارة. معايا هنا الصينية فيها بصلتين متقطعة صغير وقرن شطة حراق وفلفل وطماطم وجزرة مبشورة صغيرة، فصين توم، وهنا كمون وكزبرة وتوم وقرن شطة احمر حراق وقرن فلفل اخضر وتوابل سمك وحبة من الزيت عشان نحشي بيه بطن السمك الجميل بتاعنا المكريل. كده هبتدي اتبله. طبعا انا غاسله بطنه كويس قوي. ابتدي احشيه عشان يشرب من التتبيله دي. هحشي الكميه كلها واوريهولكم بعد ما اتبله. كده بعد ما تبلته هنزل بنص ليمونه او ليمونه كامله كده فاضل. انزل بحبه هنا على البصل. طبعا انا حطيت كل التوابل، حاطه كمون وكزبره وتوابل سمك على الخلطه بتاعه البصل دي عشان تدينا طعم احلى. كده بعد ما سبت السمك الجميل بتاعنا المكريل في التتبيله نص ساعه على ما شرب من التتبيله براحته عشان يدينا طعم احلى، هنجيب السمك ونبتدي نرصه. كده بعد ما رصيت السمك الجميل بتاعنا عود بقدونس، هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. الله على الريحة وجمالها، مش قادرة اوصف لكم. يتاكل ني كده لوحده، ريحته جميلة خالص والتتبيلة بتاعته حلوة. استنوا بقى الشكل النهائي بعد ما اطلعه من الفرن، هوريكم يبقى طالع عامل ازاي وجربوا وقولوا لي ايه رأيكم. كده بعد ما طلعت من الفرن ايه رأيكم؟ طبعا عملت جنبها برام رز في الفرن. الله على الريحه بتاعت السمك وجمالها. جربوا وقولوا لي ايه رايكم. ولو الوصفه بتاعتي عجبتكم ما تنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك عندي ينزل يشترك عشان يوصلكم كل حاجه حلوه انا بعملها. ومستنيه تقولوا لي ايه رايكم. مع السلامه.